العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. صح، المشي كانت للحج أو العمرة قبل كانت متعبة، مش زي توا في وسيلة سفر مناسبة. قبل كانت تتكلف من 45 يوم إلى 50 يوم باش إنه هو يمشي فقط، وباش يروح حياخد نفس الوقت تقريبا، إضافة للوقت اللي كان حيقضيه غادي في أداء المناسك سواء كان حاج أو معتمر. توا الحمد لله بدت في سبل السفر متاحة أكبر، يعني لو بتمشي في السيارة حتكلفك تقريبا 35 ساعة باش توصل، ولو بتمشي في الطيارة حتكلفك من 3 ساعات ونص إلى 4 ساعات تقريبا. المسافة المقطوعة من المكان اللي فيه توا إلى مطار جدة تقريبا 3600 كيلومتر. صح الموضوع متعب سواء كان في الحج أو في العمرة، بس سبحان الله قاعد عدد الزوار المعتمرين أو الحجاج كل عام في الزايد، وهذا علاش المملكة قاعدة كل سنة توسع وتدير في توسعات سواء كان في المطاف أو في المسعى أو حتى في الطرقات وهيك. آخر إحصائية لعدد التأشيرات الممنوحة لعام 1440 الناس تبي تخش باش تدير عمرة في أراضي السعودية كانت 6,800,000 معتمر. الحمد لله أنا والشباب اللي معي كنا من 6 مليون هادو اللي ربي أكرمهم باش يمشوا يأدوا مناسك العمرة لهذا العام 1440 للهجرة 2019. والفيلم هذا اللي سمناه رحلة روح حيحكي لكم على كل التفاصيل اللي عشناها غادي. إن شاء الله حنقلوا بعد شوية إلى مطار جدة، حنكونوا في الجو لمدة 3 ساعات و40 دقيقة بإذن الله. الحق الواحد متشوق جدا إنه هو يمشي للمدينة المنورة. مازال قدامنا 6 ساعات باش نوصلوا للمدينة المنورة، وإن شاء الله نبلغوا تحياتكم للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا نزوروا الروضة الشريفة قبل النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا ركعتين في الروضة الشريفة. متحمس هالبال حق إن احنا نمشوا المكان هذا ونقول لكم شوية بالحماس هذا في الفيديوهات. لكل نبي حرم وحرمي المدينة، هيك يقول صلى الله عليه وسلم في حق المدينة. من لما وصلنا لمطار جدة وطبعا تعب السفر ومشقة الطيران وهيك، فأول ما توصل المطار وتلقى الباصات اللي حيرفعوك من المطار إلى المدينة 500 كيلومتر تقريبا حتقطعها في وقت من 5 إلى 6 ساعات. طبعا في المسافات هذه والمسافات طويلة حتتذكر كيف النبي صلى الله عليه وسلم وكيف طلعوه قومه من مكة وكيف سافر في وقت الحر وشدة حرارة الشمس في مسافة طويلة. زهدنا احنا في 5 و6 ساعات، بس النبي صلى الله عليه وسلم قعد أكثر من يوم باش وصل إلى المدينة المنورة اللي كان اسمها يثرب وولت بعدين المدينة المنورة. طبعا بس توصل للمدينة وتبدأ تشوف أفواج الناس الزوار اللي حيخشوا للمسجد النبوي، اختلاف الجنسيات واختلاف الألوان واختلاف الألسن. أيضا احنا وصلنا في وقت الظهر تقريبا، وكيف تتلذذ بسماع صوت الأذان سبحان الله اللي كنت تسمع فيه في التلفزيون، بس هنا تسمع فيه مباشرة قدامك. التوسعات اللي مر بها المسجد النبوي، طبعا أول بناء ليه كان في السنة الأولى للهجرة اللي بناه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، واللي كانت مساحته 1050 متر مربع. التوسعة الأولى كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة للهجرة، والتوسعة الأخيرة اللي هي بدت من عام 1994 ومساحتها 98500 متر مربع، واللي تسع تقريبا ل1,000,000 مصلي. طبعا المساحة الشاسعة هذه أكيد حتحتاج لأكثر من باب عشان الناس يخشوا للمسجد. طبعا حاليا عدد الأبواب هو 41 باب بين الزوج وبين المفرد، وأكثر الأبواب شهرة هو باب السلام، واللي منا حندخلوا باش نسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا.
في المكان هذا يجب أن احنا لما نسلم على النبي نقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله تعالى وبركاته، ونسلم على أبو بكر وعلى عمر بنفس الطريقة. بجنب قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبو بكر وعمر في الروضة الشريفة اللي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. بس تكون طالع من جنب النبي صلى الله عليه وسلم حتقابلك واحدة من ساحات الحرم اللي مساحتها الإجمالية 235 ألف متر مربع. الساحات هذه فيها تقريبا 250 مظلة متحركة. المظلات هذه طبعا معظمها أو كلها بتصميم عصري، وتشكيلتها تشكيلة جميلة جدا وألوانها رائعة، وتعطي في مساحة من الظل باش الناس المصلين لو ما سدش المسجد الداخل يقدروا يطلعوا ويصلوا تحت هالبرة في الجو الطبيعي. طبعا زي ما في جمال برا الحرم في جمال داخل الحرم، ولكن الجمال اللي داخل الحرم من نوع آخر وأجمل، هو الجمال الروحاني، جمال العلم. 80 حلقة تحفيظ قرآني مختلف الأعمار، 245 حلقة للزوار يزورها 86 ألف زائر تقريبا سنويا، عشرات الحلق لتحفيظ المتون، وعشرات الحلق لتصحيح التلاوة، وعشرات الحلق أيضا لتعليم الخط العربي وأيضا تحسين الإملاء. وطبعا عشرات من المعلمين اللي حافظين بالقراءات العشر تقريبا اللي يسمعوا في الناس عن بعد تصحيح تلاوات، سواء كان في داخل المملكة أو خارج المملكة، أو حتى اللي ما يتكلموش عربي يعني أوردو واللغات الأخرى. وانت داخل الحرم وبين الصلوات تشوف تنوع رهيب بين ألوان الناس واختلاف أعراقهم واختلاف ألسنتهم أيضا، والكل قاصد لله عز وجل ومحب لهذا المكان. تجيك حالة من الرهبة ومن السكينة ومن القدسية المكان، وكيف كلهم قاصدين الله عز وجل يغفر لهم ذنوبهم أو يتقربوا إليه بخشوع وبرهبة وبعلم وبتعلم وبثبات. أيضا تشوف أيضا الصائمين اللي موجودين في المدينة كل اثنين وخميس، وتشوف أيضا الناس المدينة اللي يتسابقوا باش إنهم يفطروا الصائمين هذا. والله من رحمة الله عز وجل أن ربي يكرم الشخص أنه يجي المكان هو، فما تتوقعوش قداش كمية السعادة اللي نفاها وكمية اللي إن شاء الله نقدر نوصلها لكم الحق. أنا قاعد نحاول تو. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. المكان هذا مكان طاهر والدعاء فيه مقبول. الصلاة في المسجد النبوي ب1000 صلاة، فاللي يكرم الله عز وجل ويجي المكان هذا ينبغي أنه هو ما يفوتش ولا دقيقة ولا صلاة إلا أنه هو يدعي فيها لله عز وجل ويتضرع إلى الله عز وجل بالدعاء الصالح. نسأل الله ربي يفرج علينا ويكرمنا بالأمن والأمان في بلادنا يا رب، اللهم آمين. اللي بيجي ويكرم الله عز وجل ويجي هالمكان هذا لازم يدرك بس أن لا ينفع علو الصوت ولا تقطيب الحاجبين، ولا أنك أنت يعني تكون فظ غليظ القلب في الحياة العامة إجمالا وفي مكان هذا خصوصا، لأنك أنت في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. مش قدرت نوصلكم حتى شوية بس من الأجواء اللي موجودة هنا، والشوق الكبير لأن احنا نوضوا من هنا ونمشوا للروضة الشريفة ونسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن ربي يكرمنا ويكرمكم وجود المكان هذا. وأصالة عن نفسي ونيابة عن 6 مليون ليبي فاصلة 7 تقريبا سأوصل سلامكم النبي صلى الله عليه وسلم. وربي يحفظكم جميعا، يعطيكم الصحة، تلاقوا شوي تاني. من المسجد النبوي المكان اللي دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم حيث روضته وبيته، إلى
مسجد قباء اللي يبعد تقريبا 3.5 كيلومتر من المسجد النبوي. المكان هذا اللي استقبلوه فيه الأنصار صلى الله عليه وسلم، واللي بني فيه أول مسجد في الإسلام. طبعا الشركات متاع السفر والسياحة الكل يكونوا حريصين جدا لما يجوا المعتمرين او الحجاج وافدين يعني الاراضي المقدسه انه هو يجوا يزوروا مسجد قباء. هذا علاش تشوفوا في الزحمه هنا يعني مشابهه للزحمه الموجوده عندنا في الحرم النبوي او في مكه المكرمه. طبعا صغر المكان اكيد بس يعني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه كان له كأجر عمره. تبارك الرحمن، الله يبارك. يعني سبحان الله، كان المكان هذا تقريبا كله كم متر في كم متر. توا الحمد لله بفضل الله عز وجل أن تقريبا 4 صوامع. عدد القباب فيه تقريبا 34 قبة. المساحة الإجمالية تقريبا كان مش غلط هو ياخذ 2000 مصلي. المكان مهيأ جدا ومجهز جدا هو يستقبل عدد كبير من الزوار. حتى البهو أو الفناء الموجود في المسجد هذا هو ما شاء الله يعني تحس بأنه هو منظره جميل ويعطي إيحاء بتصميم جميل جدا، سواء كان من الأقواس اللي مشابهة في الحرم، أيضا تناسق الألوان فيها لما تكون فيها أشعة الشمس تكون كذلك كيف عاكسة على الأرضية. هنا احنا حاليا تو داخل الصحن والفناء بتاع المسجد، مسجد قباء. المكان هذا اللي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة. الوقت هذاك لما يطلع فيه من مكة المكرمة مخرج وهو مكره أيضا وهو مطارد. تخيل شخص يمشي مسافة حوالي 450 كيلومتر في شمس و يعني طقس زي طقس يعني مكة المكرمة والمدينة المنورة في حر يعني، وعلى إبل على الجمل هو أبو بكر الصديق. المسافة هذه كلها يمشي ويجي المكان هذا باش يكون أول مكان يستقبله في المدينة المنورة ويبني فيه أول طوبة وأول مكان يكون فيه نقلة نوعية للإسلام، والمكان هذا مسجد قباء. وانت تتفكر في المعاني هذه حترفعك الباص لمكان تعرف فيه قدر التعب والمشقة اللي لاقوه الصحابة يوم أحد. جبل أحد وجبل الرماة اللي جنبه كانت غزوة، وهي واحدة من الغزوات الفارقة في تاريخ المسلمين، واللي مقابلتها مباشرة المقبرة اللي دفن فيها سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه عم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا جبل يحبنا ونحبه، هذا جبل يحبنا ونحبه. احنا قدامنا جبل الرماة وفي خلفنا جبل أحد. جبل أحد جنبه طبعا المقبرة اللي ضمت 70 صحابي اللي على رأسهم سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، واللي حاليا داروا مسجد جنب المسجد جنب جبل الرماة هنا وسموه بسيد الشهداء، مسجد سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب. احنا حنمشي طبعا لجبل الرماة هنا. بكم العجوة يا أستاذ؟ هذا عجوة 40، هذا 35. وين 40؟ هذا 40 وهذا؟ هذا 35. في دوق؟ دوق بسم الله. بسم الله.
भी खाएगा चेक करेगा फिर बाद में। अब भाई ना لذيذ. बस आ जा। هذا عجوة هو هذا عجوة 45. 45. ايوه يعني عندك 3 انواع عجوة. ايوه هذا هذا كويس. هذا 30. هذا 40. هذا 35. وهذا هذا 45. طبعا تمر العجوة اللي كلناه النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أكل 7 تمرات عجوة أي على الريق لم يصبه سحر أو عين. ففي فضل كبير تمر العجوة. هو بنت لذيذة الحق. احنا حنرقوا تولي جبل الرماة إن شاء الله، فشدوا حيلكم معنا شوي. السلام عليكم دار قوم المؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. أسأل الله لنا ولكم المغفرة. من الحاجات المهمة نحن نعرفه في وقت نزور فيه القبور أن لا يجوز التمسح بالقبور ولا يجوز دعاء الأموات أيضا زي ما كاتبين هنا في على اللوحة هذه. وبالله بس نبي نقول حاجة، أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام لما كان موجود على الجبل هذا جبل أحد، فقال صارت هزة في الجبل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصحابي وشهيد. سبحان الله، هو علاقة البني آدم لربما تكون بالجمادات علاقة غير موجودة، بس مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت في علاقة تربطه سواء كان بالأماكن أو حتى بجماد زي جماد الجبل هذا. وزي ما قلنا أن هي في كل مكان موجودين فيه هي آية من آيات الله تتحقق فيها جملة من المفادات العظيمة. وحنحكوا على مكان صارت فيه رسالة عظيمة من رسالات الإسلام، هي غزوة أحد. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لكل الذين قضوا في هذه الغزوة، وأن ينالهم ثوابنا وثواب الإسلام أيضا، لأنهم على خاطرنا كانوا يديروا الحاجة هذه، فربي يرحمهم جميعا. نمشي مع بعض طول الحافلة لأن احنا تقريبا تأخرنا عليها. يلا. وانت في المدينة ما تنساش تزور مزارع النخيل، وأكبر مزرعة هي مزرعة سيدنا عثمان اللي فيها بئر روما اللي شراها وشرى البير وخلاه وقف للمسلمين. وبفضل الله حاليا تصل أعداد النخيل اللي تسقى من هذا البئر حوالي 15,000 نخل. من الأماكن اللي زرناها أيضا متحف القرآن الكريم ومسجد أبو بكر الصديق، هادو 2 يكونوا ملاصقات للمسجد النبوي. طبعا لضيق الوقت ما قدرناش نمشوا لمقبرة البقيع ولا متحف السنة، وما قدرناش نمشوا أيضا حتى لغار حراء. 7 أيام فاتت بسرعة الحق. الله على كمية الانشراح والروحانيات اللي تحسها في قدسية المدينة المنورة. تحس وانت طالع من المدينة المنورة وكأنها خلت فيك شيء كبير جدا، الروحانية والطمأنينة اللي في المكان هذا. تحس فعلا برحمة الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم لما اختار له طيبة باش تكون المأوى ومكان الإقامة وأيضا مفارقة هذه الدنيا.
احنا حاليا وصلنا لميقات ابيار علي، وهو ميقات القادمين من المدينه الى مكه. حاليا حنحرم باذن الله عز وجل، وهو اول اركان العمره الاحرام. مستحب لما كنت تحرم لما تلبس الاحرام انك تغتسل وتتطيب، المهم انه ما يمسش الطيب اللي هو ملابس الاحرام. كذلك تقليم الاظافر، واللي الحديث اللي جاي فيه النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو 5 من الفطره. خشوا الاغتسال. السلام عليكم. احنا كيف تمينا اول منسك من مناسك العمره اللي هو الاحرام. صلينا العصر الحمد لله، وتوا كيف ماشيين ان شاء الله حنركبوا في الباص. ما زال قدامنا حوالي 480 كيلو باش نوصلوا لمكه المكرمه. الميقات اللي احنا فيه حاليا هو ميقات ذي الحليفه، ومن هنا نقدروا نقولوا لبيك اللهم عمره في اول خطوه من خطوات العمره باذن الله عز وجل. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الرحلة من المدينة إلى مكة تأخذ تقريبا 5 إلى 6 ساعات، 500 كيلومتر. احنا قعدنا ضعف الوقت هذا، تقريبا 12 ساعة بالتمام والكمال. اتذكرنا المسافة هذه بمشقة سفر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وقت الهجرة، وكيف انهم كانوا يتحملوا في مشاق السفر. احنا وصلنا للفندق منهكين وتعبانين جدا، فقررنا ان احنا نرتاحوا شوية، وبعدين بعد الشروق نصلوا الفجر ونديروا مناسك العمرة بتاعنا. طبعا ليكم ان تتخيلوا ان الشخص له فترة مع شاف مكة المكرمة ورهبتها وعظمتها، كيف انه هو حيشوف المنظر لأول مرة بعد كم من سنة. زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم زد هذا البيت تعظيما وتكريما وتشريفا. صح تعب ومشقة وهيك، بس احنا متشوقين جدا. انا عن نفسي اني نشوف الكعبة المشرفة باش نكملوا مناسك العمرة مع بعض، فلذلك نختصر الوقت ونخش مع بعض. يلا. تبدأ مناسك العمرة من لما احنا في أبيار علي، وتبدأ من غادي التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ثم الطواف 7 أشواط نبدوها باستلام الحجر وننتهوا عنده. بعد هيك عندنا الصلاة ركعتين في أي مكان من الحرم، وحبذا أن هم يكونوا خلف مقام إبراهيم عليه السلام. ثم نتجهوا إلى السعي بين الصفا والمروة، ثم آخر شيء الحلق أو التقصير، وهيك تكون العمرة متاعنا تمت على خير. احنا حاليا وصلنا لصحن الكعبة. في هالمكان هو كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل 1400 عام، ومن هنا انطلقت دعوة الإسلام. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ضويق وعذب وشرد وأخرج من دياره، فإن الله عز وجل يختارك من بين ملايين الناس أنك تكون موجودة هنا هي مكرمة ورحمة ما بعدها رحمة. في الأثر موجود أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول، أو في الأثر أن ما أعظمك وما أعظم حرمتك غير أن دم المسلم أعظم حرمة منك. ففقط أنك أنت تكون موجود قدام المكان هو اللي عمره مئات السنين، تحس بفعل أنك أنت واحد من ملايين الناس اللي ربي اختارهم واصطفاهم باش يجوا للمكان هو. احنا تو من هنا نقدر نبدو في الطواف ان شاء الله. احنا حاليا مقابلين الحجر الاسود اللي قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم ان هو قطعه من قطع الجنه. اول شيء في وجودنا هنا نستلموا الحجر الاسود، باعتبار انه زحمه مش حنقدروا نقتربوا منه او نقبلوه، فهي تكفي اشاره باليد، قيمه اليد، ونقولوا بسم الله والله اكبر. ما ننسوش ان احنا نديروا الطباع اللي هي اظهار اليد اليمنى في الاحرام.
احنا حاليا تو قدام الحجر الاسود، العلامه الداله عليه ان في الضي الاخضر الموجود نشوفه فيه في الجهه المقابله. واول شيء نديروه نستلموا الحجر الاسود نقولوا بسم الله الله اكبر مع قيمه اليد فوق. ونبدو في 3 اشواط الاولى. عندنا النبي صلى الله عليه وسلم وصلنا في حاله اسمها الرمل، هي حنمشي بسرعه شوي. بسم الله الله. احنا حاليا نعتبره تمينا طواف 7 اشواط متتاليات. طبعا نبدو بالحجر الاسود وننتهي عند الحجر الاسود. ازدحام شديد وهيك الحمد لله ما قدرناش نوصل للحجر الاسود، قدرنا احنا نأشر له من بعيد. طبعا في لهنا نعتبره تمينا طواف. في الطواف لازم يكون الكتف الايمن مش مغطي. فور ما يتم الطواف لازم تغطي الكتف الايمن باش تمشي طوالي الى المسعى. قبل ما نمشوا بس للمسعى احنا المفروض نصلي ركعتين. يفترض هي تكون خلف مقام سيدنا ابراهيم عليه السلام، ولكن اي مكان في الحرم يجزئ عن الصلاه في خلف مقام سيدنا ابراهيم. الحرم المكي فيه 5 أبواب: باب الملك عبد العزيز، باب الصفا، باب الفتح، باب العمرة، باب الملك فهد. طبعا المساحة الشاسعة هذه تقدر بحوالي 1,470,000 متر مربع، تسع حوالي تقريبا 2 مليون مصلي. وحسب رؤية المملكة في 2030 إن المطاف حيبدأ يسعى لحوالي 107,000 طائف، والمسعى ل 118,000 ساعي بإذن الله. زيادة الطاقة الاستيعابية للمعتمرين من 8 مليون إلى 30 مليون معتمر، وبحلول 2020 سيتم تمكين ما يزيد 15 مليون معتمر سنويا، إضافة لإقامة أكبر متحف إسلامي بالمملكة العربية السعودية. السلام عليكم. احنا كيف جانا من المطاف، حاليا توا في جبل الصفا. من هنا نقدر نبدو في 7 أشواط متتاليات من الصفا والمروة. نبدو بالصفا وننتهي عند المروة في السعي بين هالجبلين هذا. طبعا في المكان هذا يشرع انك تتجه الى القبلة وتقرأ ما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وهي تقرأ لمرة واحدة فقط. وزي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ بما بدأ به الله، نبدأ من الصفا. طبعا يشرع ايضا انك تقول الدعاء اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله وحده، او الحمد لله وحده، انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. هذا الدعاء تقوله لما توصل الصفا، وتقوله لما توصل المروه، وكذلك في الصفا وكذلك في المروه الى اخر الاشواط باذن الله عز وجل. بعد ما قلنا الدعاء ودرنا الطريقه الصحيحه نحن نتوجه الى الكعبة، وقلنا الآية أن الصفا والمروة من شعائر الله، نبدو من هنا إلى المسعى فورا 7 أشواط متتاليات بإذن الله. حناخذ التفاصيل بتاعها وإحنا ماشيين إن شاء الله على بركة الله. توا من هنا في العلمين الاخضرين هادو يشرع للساعي يسعى من الصفا والمروه انه هو يسرع في الخطوات، يعني يجري شوي باذن الله. انا حندير نفس الشيء. هيك تو نعتبره تمينا الشوط الاول من الصفا الى المروه.
تو حاليا بنرجع من المروه الى الصفا باش يعتبر عندنا الشوط الثاني. طبعا هنا لما نوصلوا للمروه نتجهوا الى الكعبه مره اخرى ونعاود الدعاء اللي قلناه على الصفا مره ثانيه. طبعا لا يشرع كثره الجلوس ولا كثره الهدرزه والدوه هناك في مكان زي هذا، على طول نرجع مع بعض. السلام عليكم. احنا تو تمينا 7 اشواط صفا والمروه. دهشنا شويه الحق الحمد لله. طبعا من السنه بعد ما تتم بعد ما تتم السعي بين الصفا والمروه انك انت تشرب ميه زمزم، والنبي عليه الصلاه والسلام وصى انك تشرب الى حد الاطلاع، يعني حد الارتواء الشديد لين يضايقوا عليك ضلوعك يعني. فحنشرب احنا توا الى حد الاطلاع ان شاء الله. الحمد لله. النبي عليه الصلاه والسلام يقول ماء زمزم لما شرب له انه طعام طعم وسقي سقيم، فشاء ربي يشفينا به من كل داء وان يفتح علينا فتح العارفين به. السلام عليكم. حنعتبروا توا تمينا كل مناسك العمره الا منسك واحد فقط اللي هو الحلق او التقصير اللي احنا حنمشوا له توا ان شاء الله. بهذه الروحانيات الجميلة أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكتب لنا الأجر الذي بذلناه في هذه العمرة، وأن يجعله عنده خالصا، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين. وإن شاء الله ربي يعطيكم زيارة البيت الحرام، وأن يجعلنا معكم اللهم آمين من الزائرين. في آخر منسك من مناسك العمرة اللي هو الحلق والتقصير، احنا كيف وصلنا صالون الحلاقة بإذن الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق التقصير والحلق، يقول اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين وللمقصرين. فأجر الحلاقة أكبر من أجر أنك أنت تقصر فقط. ختاما، فإن تقترب منها ففي القلب حبها، وإن تبتعد عنها فشوقك أعظم. رسالتنا من هذا العمل رحلة روح، أن العمر شوقا قبل أن تكون العمرة أجرا، أن العمر رحلة وجدانية هي إمداد وامتداد، هي المكان الأعظم والمكانة الأقدس، روحانية المكان، اختلاف الناس في أجناسهم وألوانهم وألسنتهم، اختيار الله ليك باش تكون في هذا المكان الأعظم. نسأل الله عز وجل أن يكون عملنا هذا رحلة روح مقبولا عنده وخالصا لوجهه الكريم، وإن كان فيه خطأ أو هفوة أو تقصير فهو من أنفسنا ومن الشيطان، وإن كان موفقا فهو من الله وحده. وما أبرئ نفسي إنني بشر، أسهو وأخطي ما لم يحمني قدر، ولم أرى أوفى بذي زلل من أن يقول مقرا إنني بشر. استنونا في أعمالنا الجاية إن شاء الله. تلاقوا على خير. نجيتك يا رب العباد، طالب رضاك، شاكر لفضلك، شاكر عطاك، شاكر هداك، صابر على كل المحن، تعب يقين، ما خاب من بيك استجار ولا ادعى، راضي بالمكتوب يا أمل قلوب، يلي بالأسرار عالم، قابل اللي توصف المغلوب، واللي بالتسبيح هايم. ناديتك يا رب العباد، رب الوجود، ما فيش بيني وبين إحسانك حدود،
عبدك ونادى بابتهالات الكريم، جلت أساميه المهيمن والودود. راضي بالمكتوب يا أمل قلوب، يلي بالأسرار